بعد خسارة الزمالك أمام نادي الترجي في دوري أبطال أفريقيا، بقى عنده نقطة واحدة بس بعد 3 ماتشات، وحط الزمالك نفسه في حسبة بيرما زي كل سنة. لكن الأمل لسه موجود في 5 سيناريوهات للزمالك علشان يضمن العبور من دور المجموعات. المجموعة الرابعة بيتصدرها نادي الترجي التونسي برصيد 9 نقط، بعديه المريخ السوداني وعنده 4 نقاط، أما شباب بلوزداد فعنده 3 نقاط، وأخيرا نادي الزمالك برصيد نقطة واحدة بس. الزمالك ما قدموش اي بديل غير انه يكسب الماتشات ال3 اللي جايه علشان يقدر يتأهل من دور المجموعات، يعني يكسب الترجي وشباب بلوزداد والمريخ السوداني علشان يوصل ل10 نقط ويقرب من الصعود. يعني الزمالك يكسب ال3 ماتشات، وتحديدا ماتش بلوزداد اللي لازم يكسبه بأكتر من 1-0، أو إنه يجمع 7 نقط من ال3 ماتشات اللي جايين، يعني يكسب ماتشين ويتعادل في ماتش، ومن خلال كده يوصل ل8 نقط. يعني الزمالك مثلا يتعادل مع الترجي في حين يتعادل شباب بلوزداد مع المريخ، وقتها يكون رصيد الترجي 10 نقط والمريخ 5 نقط، وشباب بلوزداد عنده 4 نقط والزمالك نقطتين. في الجولة اللي بعدها يفوز الزمالك على شباب بلوزداد، وقتها يكون الزمالك بقى 5، وفي حالة فوز المريخ على الترجي يوصل ل8 نقط. أما في الجولة السادسة يفوز على المريخ ويوصل ل8 نقط ويتساوى وقتها مع المريخ السوداني، لكنه هيكون متأهل بفارق المواجهات المباشرة. سيناريو تاني للزمالك علشان يصعد هو ممكن انه يجمع 6 نقط، بحيث انه يخسر ماتش ويكسب ماتشين، وبالتالي يوصل ل7 نقط، لكن بشرط ان الخسارة دي تكون من نادي الترجي التونسي، ويكون الفوز على شباب بلوزداد والمريخ، وبعدها يصل الفريق للنقطة ال7. في السيناريو ده الزمالك هيتأهل حتى لو فاز المريخ السوداني على شباب بلوزداد، لكن بشرط انه يخسر من الترجي، وقتها هيتساوى مع الزمالك برصيد 7 نقط. سيناريو تاني لتأهل الزمالك وهو انه يجمع 5 نقط ويوصل للنقطة ال6. هيتأهل من خلال السيناريو ده في حالة انه يتعادل مع الترجي، لكن لازم ماتش المريخ وشباب بلوزداد ينتهي بالتعادل، فيوصل الزمالك للنقطة التانية مع 5 نقط للمريخ و4 نقط لشباب بلوزداد. وفي الجولة اللي بعد كده يتعادل الزمالك مع شباب بلوزداد ويخسر المريخ من الترجي، وقتها هيوصل الزمالك ل3 نقط مقابل 5 نقط لشباب بلوزداد وزيهم للمريخ. أما في الجولة السادسة يفوز الزمالك على المريخ مع خسارة شباب بلوزداد من الترجي ويوصل للنقطة ال6 مقابل 5 نقط للمريخ وشباب بلوزداد.